السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيبتي، واش راكم راكم ان شاء الله كما تكونوا ملاح كيما راكم تشوفوا غالياتي. اليوم جبت لكم السلطة الميداء، اليوم جبت لكم مقروط الكوشه البنات. شكون عندها مشاكل مع مقروط ما تراطيش هذه الوصفة. اليوم معايا تعلمي جميع المراحل من الف للياء كيف تخدمي المقروط، يخرج لك محافظ على الشكل ديالو، ما يخرج لك معسل للقلب. اليوم تتعلمي معايا جميع المراحل، وشوفي لي البنات قسمت لك حبه وتشوفي بعينك كيفاش محافظ على الشكل ديالو معسل للقلب. هاوليك للقلب معسل البنات، يخرج قمه في الروعه. نبداو بسم الله في المقادير. ما تنسوش البنات صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. هكا البنات نجيبوا الغيسيبيون. انا جبت هذا الغيسيبيون كبيره، ما درتش اليوم من الغيسيبيون تاع الزجاج باسكو بان لي هذا البول كبير. درت البنات طبسي تاع الشوربه، برك طبسي تاع الشوربه يكون الحجم الكبير. البنات ديت زوج، انا شوفوا درت الميلونج، ما نكذبش عليكم درت ميلونج بين سميد عمور مع سميد واش حبكم نسيت اسمه. حبكم البنات حبيت المونتاج وقعدت نتفكر اسمه. مولا درت طبسي سميد متوسط تاع مولا، طبسي سميد متوسط تاع عمور، ونص طبسي درت ميلونج بين عمور كيفاش يسموه ومولا البنات. اسما درت 2 كيلات ونص تاع سميد متوسط، ميلونج بين عمور ومولا. ودرت الكيله المتبقيه اللي درتها بالفارينه، درت ملعقه صغيره ملح. الملح يحسن لكم الذوق، الفارينه فاني تحسن لكم المقروط. سواء دي فوا يجي سميد ماشي مليح، الفارينه هي اللي تحسن لكم هذاك المقروط ديالكم. على الاقل ديروا ملعقتين، كملوا الكيله تاعكم بالفارينه. هذا ما كان تخلطوا كامل المقادير مع بعض، الملح مع لافاني باش يجي يخرج المقروط ديالكم بنين. وهنا درت كيلو سمن، ناقصه اصبع تاع سمن مدينه ذايب وبارد، نكملوها بالزيت. ما تفيضوش الكيله، كيله برك معمره، كنت تفيضوا الكيله يجيكم بزاف بزاف مبسس، تقدروش حتى تتحكموا فيه. بصح كي ديروا كيله معمره سوا يخرج لكم بزاف هايل. هكذا البنات، ومن بعد تخلطوا هكذا. نخلط انا هكذا بسباتولا، ومن بعد نخلط بيديا. والبنات فيما يخص سميد مولا استعملت هذيك الشكاره الحمراء، ماشي متوسط خشن مكتوب فيها. عمور استعملت متوسط، ومولا استعملت الخشن الباكي الحمراء، باسكو هذيك الباكي الزرقاء راهو يجي بزاف رقيق. هذا ما كان. وبعد تخلطوا هكذا بيديكم، تخلطوا بيان كما راكم تشوفوا هكذا. ومن بعد البنات تغطوه وتخلوه يبات، على الاقل خلوه يبات ليله كامله. ديروا هذه العمليه باش تعرفوا اسكو السميد ديالكم راهو شارب ليدام ولا لا. هاوليك تشكل لي كتله. دوكا نخليه يبات ومن بعد نرجع لكم. غطيته خليته يبات، على الاقل خلوه يريح 2 سوايع. ديروه الصباح خدموا به الحشيه، ولا على الاقل 2 سوايع. هنا عندي الماء خلطته مع ماء الزهر كما راكم تشوفوا، تخلطوا ميلونج بين ماء وماء الزهر، ولا ديروا ما ديروا مع حيطر المزهر. هاوليك السمين، شوفوا كيفاش راه اسمن، سورتو رانا في البرد وكامل. هاوليك شرب كامل هذاك السمن اللي درته له. عاود درت لكم هذيك العمليه تاع شوفوا كيف راهو شارب السمن ديالو، وريت تشكلي هذاك الكره وتعاود تنفتح. تعرفوا باللي السميد ديالكم راهو شارب ليدام ديالو. ديروا هذه العمليه البنات بتعرفوا اسكو المخلوط ديالكم راه داو كيفيتو في السمن. من بعد درت حبه بيض، الحبه تاع البيض تساعدكم باش المخلوط يخرج لكم ناجح. هنايا درت خميره كيميائيه، ما درتش بزاف، واحد نص ملعقه صغيره كامل تاع قهوه كحله. وشفتوني في اول فيديو ما تبدلش الشكل ديالو، خرج الشكل ديالو جميل، محافظ عليه، يخرج بزاف هايل. جربوا المقروط بهذه الطريقه. المقروط رانا نديروا له هذو الاضافات باش يخرج لكم ناجح من اول مره. اي وحده تعتمد هذه الطريقه يخرج لها ناجح،
باسكو على بالكم السميد بكري كان السميد بزاف هايل، درك النوعيه تاع السميد تشريها اليوم غدوه ماذاك يتبدل النوعيه ديالو. هذو الاضافات نديروهم باش تنجحوا في الوصفه، سورتو الوحده مبتدئه تنجحي فيه من اول مره. ديروا الماء على دفعات، هذه ثان اهم عمليه، لازم الماء ديريه على دفعات، ليش كامل على ضربه، باسكو نديروه كامل على ضربه العجينه تجرى لكم. ديروه وخلطوه حتى تولي لكم، لازم تكون عجينه طريه ماشي ناشفه، تكون عجينه طريه وما تخلوها تريح. هذه اهم مرحله، لازم المقروط يريح على الاقل على الاقل، خلوه حتى لساعه باش تعرفوا اسكو تزيدوا له الماء ولا لا. لصتوه نشف زيدوا له الماء، لا مصتوش نشف اخدموا به. دوكا نديروا الحشو. عندي 2 كيلات لوز مطحون رقيق، كيلة جوز مع كيلة ناقصه اسبوعين تاع سكر. ما تعمروش الكيله بزاف، نقصوا دائما في السكر. حنا 2 كيلات لوز مطحون بقشورو، كيله جوز، كيله ماشي معمره تاع سكر. نعاود نديرهم في الاشواغ، نعاود نطحنهم. اللوز كونوا طاحنينو رقيق كيما طعامو كامل. تقدروا ثاني ديروا كيلة ونص لوز مع كيلة ونص جوز، ثاني يخرج لكم بزاف بنين، يخرج لكم منكه بريحه الجوز. هنا درت ملعقه سمن، لا درتي بالكاوكاو بنفس الطريقه، تحبوا ندير لكم الوصفه بالكاوكاو ندير لكم. درت ملعقه سمن وطميت بالماء الزهر. لا درتي كاوكاو تحكمي داك الكاوكاو ديالك كي تشريه، احكميه، ديريه في الكوشه، خليه واحد 10 دقائق هكاك، 5 دقائق ليسانسيال كل وحده والكوشه ديالها. ديريه كامل من الفوق، ما تخليش يتبدل اللون ديالو، برك تنوح له ديك الخضوريه، تنحيها تطحنيه. ديري نفس العمليه، 3 كيلات كاوكاو مع كيله ناقصه اسمعين تاع السكر. برك ديري عطر اللوز وديري لافاني، لازم عطر اللوز المر ولا الحلوب باش ينحيلو ديك البنه تاع الكاوكاو. هنا ما درتش لافاني مع الجوز باسكو نكهه الجوز لا غنى عنها بلا ما نديروا لها اي نكهه. ومن بعد بلات لي عجينه، خليتها تريح، على الاقل خلوها تريح ساعتين على الاقل على الاقل، خلوه يريح. ما من الحشو ديروه في الليل وخدموا به غدوه من داك الصباح. الحلويات الجزائريه لازم كل حاجه تريح، العجينه تريح، الحشو يريح، كي نحطوهم في الصينيه يريحوا. هنا وزنت لي بول تاع الحشو 50 غرام كيما شفتوني، وزنتهم كامل. شوفوا انتوا وزنوا كامل لي بول ديالكم، ومن بعد باش تبداو تصنعوا، ومن بعد وزنوا الحشو باش تبداو تصنعوا. هنا وزنت الحشو 12 غرام، نتوما تقدروا تلحقوا حتى 15 غرام. انا هذا واش كان عندي حشو وزنته. البنات انا درت 50 حبه هكذا. ومن بعد تفتحوا العجينه، ديروا الحشو في الوسط، تغلقوا هكذا بيان، تنحوا كامل هذاك الهواء وتحطيه في طبسي واحد اخر. لازم تنظمي هكا العمل ديالك، تحكمي العجينات، توزنيها كامل، من بعد توزني الحشو. ولازم دائما تغطوا العجينه ديالكم. قلت لكم ولا لقيتوا العجينه ديالكم نشفت لكم، زيدوا لها هذاك الخليط تاع الماء مع ماء الزهر. لازم تكون هكذا عجينه طريه، لازم توري لكم كيما راكم تشوفوا البنات، هكا تجيكم هكذا ليس ملساء، هي ليس. ومن بعد تديروا هكذا كيما شفتوني، تشكلوهم هكذا ديبول. ومن بعد نبداو نشكلو في الحبات ديالنا بعد ما نكملوهم كامل هكذا وتغطيوهم. انا حتى نكملهم كامل باش نبدا نطيب. ومن بعد هنا تجيبوا هادو ليمول، هادو ليمول كامل عندنا، تجيبوهم هكذا حطوهم. ومن بعد تبداو تحطوا لي بول ديال المخروط ديالكم هكذا. نبداو نحطوا نعاودوا كامل نكوروهم باش كي نديروا الشكل ديالهم يخرج جميل. هذا الموديل تاع المقروط بزاف هايل، ناجح من اول تجربه. عندي بزاف اشاك فوا نديرو في تيك توك، وكامل بزاف بزاف بنات لاقى رواج كبير في التيك توك، وكامل جربوه ونجحت معاهم الوصفه. اللي تحب تزور تيك توك تاعي مطبخ عبد الرحيم هكذا، واللي حبت تزور لاباج تاعي فين مطبخ عبد الرحيم، زوروا لي زوروا التيك توك ديالي والفيسبوك ديالي، تلقاو الوصفه، تلقاو البنات اللي جربوا الوصفه. بعد تجيبوا هذا الطابع هكذا وتطبعوه. كاين هذا الطابع فيه 4 اشكال، كاين انا شكلين وما عارفه ندير بهم، ندير هذا الشكل ندير شكل واحد اخر، ويتباع غير 15,000 ماشي غالي. بعد تشكلوا هكذا، تبداو هكذا تشكلوا فيهم. تجيبوا حبه لوز ديروها هكذا مايله، ونديري شغل حبه تاع الزيريات. انا نحبو يخرج الشكل تاعو بزاف جميل ويبقى محافظ على الشكل ديالو كيما شفتوا في اول لا فيديو. بنات هادو كامل نصائح
ملي بدا الفيديو انا نهضر ان شاء الله نكون خفيفه ظريفه عليكم. هذا ما كان. شوفوا في الحلويات نهضر بزاف باسكو على بالي اي حاجه هذه منفعه لكم تكملي الفيديو باسكو راني نمدلك في النصائح. هنا جوزي الحبه تاع اللوز في البيض ومن بعد ديريها من الفوق. هنا ما تقدريش تعوضي اللوز بالكاوكاو باسكو الشكل ما يخرجش جميل. تعوضي برك تحبي تقسمي الحبه تاع اللوز على زوج. هذا ما كان. ومن بعد تحطوهم هكذا في الصينيه وطيبوهم على درجه حراره 180 درجه. شوفوا لي الشكل ديالهم شحال جميل. كما قلت لكم من بعد طيبوهم على درجه حراره 180 درجه. كي تشوفوهم احمروا لكم من تحت هبطي سنيوه كامل من تحت وشعلي لها من الفوق خليهم يزيدوا يحمروا من الفوق. حمريهم كما وريت لك انا نحكمهم هكذا نحيهم كما شفتوني هكذا كيما راني نعسل فيهم ونشوف لا تحمر لي هكذاك كيما شفتوا حمار لي هكذا من تحت. نحبط سنيوه كامل من تحت ونشعلهم من الفوق. فيما يخص التحسن انا واش ندير نحكم ندير كيلة سكر مع كيلة ماء نحكم شويه سكر كراميليزيه ومن بعد نكملوا هذيك الكيلة تاع السكر. من بعد ندير قلت لكم كيلة سكر مع كيلة ماء ندير لهم طرونج تاع قارص نخليهم يغلوا واحد 20 دقيقه. نخلط معاهم الحسيله صديق على حسب الكميه تاع الشربات اللي درتها. ندير كميه كبيره تاع حسيله واحد الكياس هكا تاع حسيله ونديرهم عطر الماء زهر ولا ماء الزهر ونخليهم يتعسلوا. والبنات نديمو ليهم غير نحيهم من الكوشه واحد هكذاك يهفتوا برك نحيهم كيما شفتوني نحيتهم بالطرشوره مازالوا سخونين. نديرهم هكذا في الشربات ولازم تغمروهم كيما راكم تشوفوا يكونوا مغمورين. نخليهم ديفوا نخليهم حتى ليله كامله ديفوا 3 سوايع 4 سوايع هما هكذا في الشربات. ومن بعد نعاود نحيهم ونعاود نجوزهم في الحسيله تكون بيورلي نشوها من برا بدون اي اضافه. نزيد لها برك ماء الزهر نخليها تلحق مرحله الغليان. نزيد لها ماء الزهر ونعاود نحط فيها كامل المقروط ديالي ونعاود نخليه في الحسيله واحد الساعه ساعتين هكذا ونحيه ونحطه في الكيسات. هذه هي طريقتي في تحسين تاع هذا المقروط ويخرج معسل للقلب كيما شفتوني. والسلام عليكم. تنسوني جيم كومونتير. سلام.